هنحكي معاكم الجزء التاني في حلقة النهاردة وأخطاء كارثية في إحدى حلقات برنامج البريمو في قناة 10، باستضافة طبعا رضا عبد العال ومحمود أبو الدهب للتحليل و- والكلام عن مباراة تونس ومصر أو مصر وتونس. طيب وقفنا عند في دقيقة 26. أبو الدهب بيقول كارثة أخرى، كارثة أخرى. أبو الدهب بيقول إنه المنتخب تونس اللي كان بيلعب النهارده 17 18 سنة، يعني مليء باللاعبين ال 17 وال 18، او فيه بلاش يا سيدي مليء في لاعبين 17 و 18 سنة. مش هقول لك حتى مليء، لا هقول لك في لاعبين 17 و 18. طيب انا مش هتكلم، انا هجيب لك الدليل بكل بساطة لان انا حتى استغربت جدا. تعال حضرتك للمباراة يا كابتن ابو الدهب. طيب رقم واحد ايمن دحمان حارس المرمى، 26 سنة. تمام. 27 سنة كمان، ده مواليد شهر واحد، داخل في 27 سنة. علي معلول آه، داخل في 34. تمام. علي العبدي ده التشكيل الأساسي، خدوا بالكم. علي العبدي داخل في 30. ياسين مرياح 30 ونص تقريبا، يعني أو 30 وتلات شهور أو شهرين. وجدي كشريدة 28 سنة، مواليد شهر 11، 28 إلا حاجة بسيطة. منتصر الطلبي 25 سنة وأربع شهور تقريبا. والله العظيم ما عارف أقول إيه. إلياس السخيري 28 سنة وشوية. لحد دلوقتي ما قبلناش حتى، بصوا يا جماعة، ما قبلناش حتى 22 23 سنة، مفيش لحد دلوقتي. مش هقول لكم 16 17. عيسى العيدوني اللاعب المميز داخل في 27 سنة، مواليد شهر 12. تمام. محمد علي بن رمضان، اللاعب اللي الأهلي كان عايزه، أنا بتعرف إنه مش هيقدر. محمد 24 سنة، ده أصغر واحد لحد دلوقتي. يوسف المساكني المهاجم 33 سنة إلا شهر تقريبا. إلياس العاشوري ده اللي هو أجدد تحدي يعني. تمام. 24 سنة وشوية، 24 سنة ونص، 24 سنة ونص. ده الفريق اللي لعب أساسي. تعالى حضرتك للاحتياطي. حارس اسمه إلياس سعد، 24 سنة إلا شهرين. أنا نهار أبيض، مش ممكن والله العظيم يا جماعة. أنس حاج محمد، اه هو ده اللي يمكن قصده على ده. لاعب ما لعبش اصلا في المباراة من اساسه. انس حاج محمد مواليد 2005، عنده 18 سنة ونص. ماشي يا جماعة، في مرمى الايطالي، خدوا بالكم. تمام. بشير بن سعيد، بشير بن سعيد، ايوه الحارس، 29 سنة الا شهر. ماشي. ده اللي هو ده المنتخب اللي مليان وكله 18 17 18. ماشي. معز حسن 28 سنة ونص تقريبا. إيان فاليري 24 سنة ونص. نادر الغندري 28 سنة ونص. أسامة الحدادي 31 سنة و8 شهور. سيف الله لطيف 23 سنة ونص تقريبا، أو 23 سنة ونص، 5 شهور. حنا بعل المشبري 20 سنة و7 شهور، 8 شهور، أنا آسف. 20 سنة و8 شهور.
علاء غرام. اللاعب ده على فكرة على قده جدا، علاء غرام. وكان نقطة ضعف جدا في المباراة. 4/7/2001 أنا آسف. 22 سنة وشهرين. أصغر لاعب لحد دلوقتي بعد اللاعب اللي هو إيه هانيبال، واللاعب التاني اللي هو 18 اللي ما لعبش أصلا. حمزة رفيعة. اللاعب ده مميز زي ما ذكرت. 24 سنة ونص. 24 سنة وخمس شهور بالظبط. هيثم الجويني. 31 سنة وخمس شهور. 30 سنة وخمس شهور. آخر لاعب يا سيدي عمر العيوني. 31 سنة إلا شهر. 31 سنة إلا شهر. مواليد 13/2000 1992. مش عارف أقول لك إيه بصراحة يا كابتن. يا كابتن أبو الدهب بصراحة مش عارف أقول لك إيه بصراحة. يعني تعبت من الكلام والله. آه، 24 لاعب ما بين احتياطي اللي هم البدلاء الاساسيين. فمش غير لاعب واحد فقط 18 سنه زي ما انت قلت وما لعبش اصلا من اساسه يعني. مش عارف اقول ايه والله بجد يعني. هسيبكم انتوا تتكلموا، انا مش هتكلم. مش هتكلم. تعبت. طيب. رضا عبد العال بيقول ان احمد اني احمد رمضان بيكهام آه، بيقول لك على احمد رمضان بيكهام. بيقول ان هو كان مدير فني هو السبب، وانه طبعا فيكتوريا هو اللي كان سيء جدا وسبب مش عارف ايه وانه اخطا في الشوط الاول، والدليل انه لاعب مثلا على سبيل المثال احمد بيكهام ناحيه الشمال، هو المفروض انه لاعب ناحيه اليمين مكانه الطبيعي والكلام ده كله. طيب رقم واحد يا كابتن رضا، يلي برضه للاسف مش متابع اي حاجه في الكره الحديثه نهائيا، اللي بقى لها 20 سنه الكره الحديثه اللي هي بقى لها 20 سنه. ما تعرفش حضرتك ان الباك دلوقتي في اوروبا الطبيعي انه اسمه باك؟ خلاص حته مقوله باك يمين باك شمال انتهت. اوكي. او هقول شبه انتهت في العالم كله، لكن في الكره الحديثه والاوروبيه الدوريات الكبرى مش موجود. اللاعب اللي يلعب باك يلعب في الطرفين. هو ده اللاعب يعني المفترض الطبيعي اللي يعني المفترض انه يكون باك في الاساس. اوكي. لكن بلاش دي يا سيدي، خلينا في الكره المتخلفه الضايعه البايظه اللي ما بينها وبين الكره الحديثه 300 مليون سنه. فاحمد بيكهام المفروض انه باك شمال، انه باك يمين، فهو ده في الشمال. فحسب كلامك انه كان ثغره وما كانش المستوى جيد حلو. طب لما راح يمين يا استاذنا، لما راح يمين المباراة موجودة. رجعوا حضراتكم شوفوا كمية الكوارث اللي عملها أحمد رمضان بيكهام وهو في اليمين. رجعوا حضراتكم رغم إن الفريق ده ما فيهوش السليتي، ما فيهوش الخزري، ما فيهوش السريع جدا والمميز جدا في الهجوم. لاعب الزمالك اللي هو سيف الدين الجزيري. ما فيهوش كذا لاعب من المهمين والسراع. اما كان في اللعيبه السريعه اللي عندها مهاره، اللي هم دي يعني اللي هم بكل بساطه يحرجوا جدا 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 لاعب زي احمد بكر. تمام. اللي هو ببساطه بكل بساطه يعني بيحرج جدا جدا لاعب زي احمد بكر. بطيء الحركه، فواته كتير جدا جدا. لا باك نافع، لا شمال نافع، ولا يمين نافع، ولا في وسط ملعب نافع، ولا في قلب الدفاع نافع، ولا في اي حاجه. بكل بساطه قلتها واكدتها بدل المره مليون يا جماعه، بالادله بالادله، وادي اخر دليل. ادخلوا حضراتكم على المباراه، شوفوا الهفوات والكوارث اللي عملها في الشمال، والهفوات والكوارث اللي عملها في اليمين بكل بساطه. والهفوات والكوارث اللي عملها في اليمين. يعني الواحد يعني يقول ايه والنبي. حضرتك واضح انت ما كنتش يعني موجود يا كابتن رضا، او باين انك ما كنتش. مش عارف اقول ايه والله بجد. ده منهم الانذار اللي هو كان في اواخر الشوط التاني على ما اتذكر، اللي كان بنفس الكيفيه. اللاعب عدى منه بطريقه والله العظيم انا بقيت هتجنن. ازاي ده لاعب يتم اختياره في المنتخب؟ اصلا في الاساس ما ينفعش يكون اساسي في النادي بتاعه. قلتها واكدتها. انا قلتها وتاني من المره مليون، انا مش بشخصن امور ابدا ابدا. مش محتاج بقى ان انا اعيد الكلام تاني واقول مش خلاص بقى لي 8 سنين الحمد لله. اللي متابعني عارف كويس جدا 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 اني بتكلم فني. ماليش علاقه باشخاص، ماليش علاقه بشخصنه امر. انا بتكلم فني. ده يصلح، ده لا يصلح. ده محطوط في مكان غير مكانه الطبيعي، ده محطوط في مكان اقل من مكانه الطبيعي، وهكذا. كل حد بحطه في مكانه الطبيعي، كل حاجه بحطها في مكانها الطبيعي، كل حدث بحطه في مكانه الطبيعي، بالأدلة وبالإثباتات، مش بالأهواء الشخصية وبالحب والكره. وبحط يعني كل الحاجات اللي تقنع أي حد في الدنيا. تمام. طيب تعالى بقى اللي بعد كده.
في الدقيقة 49 بيقولوا كلام أغرب من الخيال برضو الاتنين. بيقولوا إن عمر كمال عبد الواحد وبيكهام هما أحسن لاعبين في الفريق. لا، نص المقولة صحيح ونص المقولة التاني كارثي بمعنى الكلمة. فعلا عمر كمال عبد الواحد والاكتشاف المدوي، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، اكتشافي من اول يوم من ايام ما كان اللاعب ده يا جماعه في نادي الشرطه. اتحدى لو وقفت 50 مليون حد، والله العظيم لو وقفت 50 من اللي متابعين جدا كره القدم وقلت لهم عمر كمال عبد الواحد ده تفتكروا عنه ايه، يقول لك فاكرينه لما كان في ال اسمه ايه ده، في المصري. هو ده اللي يفتكروه لما كان في المصري، ما يفتكروش اي حاجه تانية بعد كده. أتحدى مخلوق يكون اتكلم عن اللاعب ده، قيمه أو قال عن إمكانياته وقدراته وهو في الشرطة 2016 2015 في الرينج ده تقريبا. تمام طيب. آه كان لسه يعني يعتبر حاجة بتاعت 21 سنة ولا 22 سنة لاعب عمر كمال عبد الواحد. طيب بالنسبة بقى للشق التاني، رديت في الجزء الأول بشكل يعني كافي ووافي ومش هقول أكتر من كده. تمام. في الدقيقة 52 رضا عبد العال بيقول العجب العجاب، واللي يعني بيعكس برضو يعني عكس تماما اللي قاله في الدقيقة كام، في الدقيقة 26 عن محمد صلاح، أو في الدقيقة كمان 25 و26. بيقول لك إنه مستغرب جدا وبيرمي طبعا كل يعني كل حاجة وحشة على المدرب، وإنه كتر خير محمد صلاح إنه هو يعني بيتعاطف ويتكرم إنه موجود في المنتخب، وإنه لازم المدرب هو بقى اللي يعني يطلع منه بقى كل الحاجات الحلوة، يعني هو طلع الدرر منه زي ما بيقول. وإن أي إخفاق محمد صلاح لا ده إخفاق المدرب، لكن أي حاجة كويسة محمد صلاح لا ده محمد صلاح الفظيع الرهيب، ده كلام رضا. فبيقول لك إيه، بيقول لك إزاي أحسن لاعب في العالم، ها أحسن لاعب في العالم قال كده، هو بنفسه قال أحسن لاعب في العالم ويخسر 3-1. وشوفوا قمة يعني قمة أقول إيه يا جماعة، اختزال فريق كامل في لاعب. زي بالظبط ما بيعمل يقول لك ميسي، الأرجنتين هو ميسي، برشلونة ميسي، مش عارف باريس سان جيرمان ميسي، قلتها وأكدتها. أي فريق في العالم محترم ويحس إن اللاعب، إن الدنيا أو توصل الأمور إن يتم اختزال الفريق في لاعب، والله العظيم لو هياخد أحسن بطولة أكبر بطولة في العالم هقول له مع ألف سلامة أنا مش عايزك، بكل المقاييس. فيطلع حد زي رضا عبد العالي يقول لك يخسر 3-1، ما قالش منتخب مصر يخسر معاه، قال لك لاعب يخسر احسن لاعب في العالم يخسر 3-1. بس ده بيشرح يعني، ده بيوضح العقلية، بيوضح اللي وصلنا لإيه، بيوضح ازاي ان احنا اللي بننجم اللاعبين بنفخم ونضخم فيهم وبنوصلهم ونوصل الأنا بتاعتهم لشيء بشع، وبعد كده زي ما يكون بيحضر العفريت وما يعرفش يصرفه بعد كده. ادي الاعلام يا جماعه. عشان كده لما كتير دايما اقول لكم او شيء المسمى بالاعلام عشان ما اظلمش الاعلام، لما قلت لكم كتير جدا جدا ان الكائن الهلامي الموجود ده بقى له سنين اللي اسمه اعلام رياضي، وهو ابعد ما يكون طبعا هو السبب الرئيسي في كل الاخفاقات، ما قلتش هو كل حاجه لكن السبب الرئيسي، يعني اهو ادي مثل بسيط جدا. طيب، فدي نقطه كمان مهمه جدا. نكمل بقى الحلقه وكوارث الحلقه واحنا يا دوبك يعني نصها بس والله. كده بقى للجزئية لما قال بقى، يمكن دي مش مغالطة فادحة لكن أمر لازم أرد عليه برضو. إني فيتوريا بيتكلم إنه لما قال إن لعيبة الأهلي فرقوا معاه أو كانوا يعني فريقين وعدم وجودهم، هو قال لك لأ الكلام ده مش صحيح، والدليل إن هو في لعبوا مباراة أثيوبيا اللي فاتت والمنتخب فاز 1 بالعافية. طبعا يا كابتن رضا يعني مش عارف أقول إيه. أنت نفسك كمدرب، هل تقبل واحد يقيمك بمباراة يقول لك انت فاشل ولا ناجح؟ حد يقول لي طب ما انت بتعمل كده ممكن كمان من اقل مباراة. لا انا وضعي مختلف، يعني الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله والايام اثبتت ده. اللي مش كله يقدر يعمل اللي انا بعمله، لا اللي اي حد يعمل اللي انا بعمله ممكن يبقى عنصر هدم، ممكن يبقى عنصر سلبي، ممكن يعمل شيء عكسي. يعني في واحد يتفزلك كده زي بعض الناس مثلا ويتصدى للتقييمات وهو ما يفهمش فيها او ما عندوش القدره عليها او الخبره او القدرات او الامكانيات، ويعمل لك فيها ابو علي ويقول لك لا ده ينفع لا ده ما ينفعش. ممكن جدا يهدر قدرات حد ينفع جدا وبيحصل. طب ما يا جماعه ما ده بيحصل في اداره الانديه نفسها، اقصد بيها الادارات سواء الادارات الاداريه او الكرويه اللي هي جوه الفريق نفسه.
لا ده يقعد، لا ده يمشي، لا ده يعار، لا ده ما يجيش، لا ده نجيب احسن منه فلان، لا الناشئ ده مش ما يكملش معانا، لا اللاعب الشاب ده ما يطلعش فريق اول. وبيهدروا حاجات مش عايز اقول لكم يا جماعه، ده حتى ده في اوروبا. قلت لكم قبل كده، عملت لكم ليست قبل كده على كميه اللاعبين المميزين اللي اهدرهم. مين يا جماعه؟ مين؟ زين الدين زيدان لما كان مدير فني لريال مدريد. في اكتر من كده؟ في اكتر من كده. زين الدين زيدان اللي بيقولوا عليه من عظماء اللاعبين العظمى لله طبعا وحده، لكن انا بتكلم ان اهو، وده اكبر، وده احد الاثباتات المدويه على ان مش كل لاعب كان مميز او جيد او ايا كان يبقى مدرب مميز او جيد. ومش كل مدرب مميز في جزئيه معينه يبقى مميز في كل الجزئيات. قلنا قبل كده ان الكوتش ليه جزئيات لازم تكون متواجده، او على الاقل يعني آه، شيء في المية، يعني كذا في المية ما يقلش عنه. يعني يكون في جزء من كله، والجزء ده لازم يكون ما يقلش عن كذا، هو ده الطبيعي. وشرحتها قبل كده بدل مرة مليون، وشرحت الفرق بين الكوتش وبين المدرب، تمام، او المدير الفني بمعنى اصح، وبين المدرب. ثلاثة: مدرب، كوتش، مدير فني، او مدرب، مدير فني، كوتش، بالترتيب من تحت. انا بقصد ده مدرب يعني، ما اقصدش اللي هو مدرب اللي هو مساعد المدرب، لا يا جماعه اقصد اللي هو اللي على راس الجهاز. الامكانيات بتاعتهم تصنف 3 حاجات: مدرب، مدير فني، كوتش، حسب الامكانيات. ووضحت لكم قبل كده واديتكم امثله كتير جدا بالامر ده. واحد زيي لما يتاخد كلامه ده في الاختيارات، شوف الفروق الخرافيه اللي بتحصل، شوف توفير المبالغ الفلكيه اللي هتحصل، شوف المردود الرياضي الكبير جدا اللي هيحصل. الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. المهم، طيب، فزي ما بقول اهو مثل بسيط. فبيقول لك هل تقبل انت تتقيم بالطريقه دي؟ اتحداك. فاللي انت ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. الحاجه التانية، آه هو انت نفسك مش قبل كده انتقدت جدا 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 عدم وجود لاعبين مميزين معاك في طنطا؟ ودايما كنت بتقول انا معايا دول مش فريق مش عارف ايه، وامكانيات تعبانه طيب لما يكون معاك لاعبين يعني جيدين، او لاعبين مستوى يعتبروا مؤهلين بشكل افضل زي لعيبه الاهلي، ورجلهم في الملعب اكتر، وده مش بيفيدك؟ ده مش عنصر قوه؟ الحاجه التالتة، يعني ايه ازاي انت تقيم مباراة؟ اصل المباراة اللي فاتت عملوا كذا، ما كانوش بالمستوى الكذا. هو انت هتقيم على مستوى موسم؟ مستواهم في تذبذبات طبعا، لكن انا بتكلم بشكل عام في المجمل. حد يختلف على امكانيات لاعب زي حسين شحات؟ حد يختلف على امكانيات لاعب زي محمود كهربا؟ حد يختلف على امكانيات لاعب زي محمد شريف مثلا، هو طبعا خلاص راح على الاهلي مثلا يعني؟ حد يختلف على امكانيات لاعب زي محمد عبد المنعم؟ انا بتكلم امكانيات فنيه، سيبنا من امور اخرى. انا بتكلم في الملعب لمباراه، مش لموسم، لا لمباراه واحده. اللي هي حاجات لما انت تقدر يعني تخليهم او تحطهم في مكانهم، لا هيفرقوا معاك. تمام يا سيدي، انت لو بتتكلم في 5 6 7 من الاهلي، مع كامل احترامي يعني، 2 منهم مش في مستواه، هيبقى 5 في مستواهم، على الاقل يطلعوا يعني هيفرقوا معاك. لكن تقول لي مباراه اثيوبيا اللي فاتت، يعني شوف حتى يعني يا جماعه حق يرد بباطل زي ما بيقولوا. يعني حاجات بتتقال، مش عارف اقول لكم ايه والله. كمان نقطة تانية، أنا آسف يعني مش يعني بصوا يا جماعة، حاول في ثواني بس عشان في حاجات أهم لازم نتكلم عنها. بس كل دي مغالطات يعني فادحة بمعنى الكلمة. ما ينفعش تطلع من ناس قاعدين على كرسي محلل، مش هقول لكم مقيم ولا حد بيتوقع، لا تحلل اللي هو أبسط ما يقال يعني. طيب، فزي ما بقول النقطة كمان مهمة. طالع يتكلم على أصله محضر، لا مش محضر، والدليل لا محضر يا محمود أبو الدهب. الدليل إنه كان قاعد محمد صلاح في المباراة اللي فاتت، يبقى عامل حسابه إنه هيلعب المباراة دي عشان فريق تونس قوي يا جماعة. يعني بقيت شوف يعني يا جماعة في إيه؟ هو أنا محسسني ولا إيه؟ عايز أقول لكم تحليل استمر لدرجة حاجة غريبة، ساعة وحاجة وأربعين دقيقة. ساعة وحاجة وأربعين دقيقة. أنا قلت ده لو مباراة في كأس عالم، ولا بالنسبة لمنتخب مصر، ولا مباراة مصرية تاخد وقت قد إيه؟ ده الجزء بس بتاع التحليل بس، اللي رضا وأبو الدهب ومحمد فاروق. إيه يا عم ده؟ كل ده في الآخر دي مباراة ودية استعدادية تحضيرية قبل كأس ده إيه ده؟ يعني في إيه ده كله؟ أنا مش فاهم في إيه ده كله؟ حاجة مش ممكن. طيب، أرجع تاني جزئية مهمة. أنا آسف قبل ما آه، مسألة لما أنا حد هيرد يقول لي إيه، يقول لي أنت بتناقض نفسك. ما هو المفروض إن اللي يستبق الحدث زي ما هو بيطلع كده رضا. أما بيسألوا محمد فاروق برضو، دي جزئية برضو تانية هبقى أجيلها. لما بيقولوا يعني يمشي نمشيه، قال له يمشي.
فانت هنا هو بيعمل خدمة انه بيقول يمشي، مش عارف ايه، الحق بسرعة وهات واحد افضل منه. فدي حاجة كويسة انه بيستبق الحدث بسرعة وبيوفر وقت ومجهود ومردود كمان رياضي. فأرد بكل بساطة هقول له في حاجتين مهمين جدا. أول حاجة، أنت مؤهل إن أنت تقول ده يقعد وده يمشي؟ حد يقول لي ما هو أصل قبل كده كان ليه صولات وجولات زي ما هو بيقول. لا، هو يقول لكن الإثباتات حاجة تانية، لأني أثبت بالأدلة الكاملة إني أكتر من كان ليها فوائد متعددة في الأمر ده. تعال نشوف كده، بلاش كل حاجة، نقول أشهر تقييماته في الأمر ده اللي هو ده لا ده يقعد لا ده يمشي. تمام. فنمسك كده بالراحة ونشوف، هنلاقي إنه أخطأ في عدد كبير من المدربين. كان قال يمشوا وكان لازم يستمروا، زي كارتيرون، زي حتى ناس كتير قوي قالوا فيريرا في الولاية الأولى. ويمكن في فترة ما في الولاية التانية أنا قلت أيوه يمشي برضه، بس في فترة معينة وبطريقة مختلفة، وكلامي أنا لا صدق كالعادة الحمد لله. تعالى الكيروش اللي هو عمال كل شوية يقول لك كيروش 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 كيروش. قال امتى الكلام ده؟ وقالوا على اي اساس؟ والاسباب؟ ادرس حضرتك وشوف الامور دي، هتلاقيها في اختلاف كبير. تمام. وحدث ولا حرج، خد من ده بقى كتير، يعني ممكن اقول لكم عشرات الامثله. لكن تعالى حضرتك بقى للاهم. هو بيقول الكلام ده امتى يا فندم؟ بعد ما بيكون الشخص جه، سواء لاعب او مدرب، كتبوا العقد، قعد لعب له كام مباراة في شوط جزائية، والدنيا خلاص يعني هتيجي تمشيه، هتتحمل تكاليف رهيبة جدا. مع كمان انه ممكن انه ما بيكونش سيء يعني السوء البشع للدرجة، لا ممكن جدا يجي منه على الاقل حتى في المرحله اللي موجوده ممكن يمشي في امور معينه. لان حتى بوجود الفظيع الخرافي الرهيب اللي ممكن على مقاييسه هو اللي هو كابتن رضا، هيوصلك لإيه أكتر من اللي أنت وصلت له. أنت مهيمن على أفريقيا كمنتخب، واخد أكبر كم ممكن بمدربين يعني مستواهم على قده جدا، زي الأهلي بالظبط في البطولات المحلية والأفريقية. بتطلع على طول، يعني مباريات كبيرة وبتاع وكلام، يعني مفيش مشكلة، وكأس عالم فقط. وطلعت المرة اللي فاتت طلعت مع كيروش. تمام. هو بالمناسبة اسمه كيروش مش كروش، معرفش كروش دي جايبينها منين. فحضرتك أنت بتتكلم امتى؟ بعد بيكون عدى عدد مباريات، بعد ما بيكون عدى وقت، بعد ما يكون في محاذير وامور قانونيه ما ينفعش التراجع عنها، وبتسبب مشاكل جدا بعد كده. طب هو ده التقييم؟ ده التقييم يا فندم البناء الصحيح المظبوط الفارق، هو اللي يتعمل قبل مش بعد، او على الاقل في البدايات قوي لما نلحق الامور زي ما بيقولوا. مش تستنى، حتى انت نفسك دايما تقولها يا كابتن رضا، دايما تقول اما تتسأل رايك ايه في المدرب الفلاني، يا جماعه هو انا هقيمه ازاي ومن غير ما اشوفه؟ لازم اشوفه مباراه واثنين وثلاثه، ولما تقيمه بعد اول مباراه لا، ما هو لازم ياخد فرصه اكتر، لازم يستنى ثلاث اربع مباريات عشان يبقى تقييم صح. ده كتير جدا قبل كده على لاعبين ومدربين. طيب يبقى حضرتك بقى لازم تعمل عقد مشروط، وده مش موجود في الدنيا كلها. ان انت لا والله المدرب يستنى لما رضا يقيمه ويقول ينفع يكمل او ما يكملش، فما ياخدش فلوس، حاجه بجد يعني. تمام. طبعا ناهيك ان انا عملت فكره خرافيه للامر ده رهيبه، وبمعايير معينه واسلوب معين، وهتبقى فريقه بمعنى الكلمه في الامر ده بالذات. طيب فانا بس يعني بوضح النقطه دي. انا عايز اقول لكم ناهيك كمان انه اوقات كتير بتحصل، حصلت مع كيروش نفسه اللي هو دايما يتشدق بيه، ان هو نفسه في بدايات كيروش قال عليه مدرب عالمي وسي في عالمي، قال كده بنفسه، وقال ده على اكتر من حدث قبل كده واكتر من مره، وحصلت مع اكتر من مدرب زي ما ذكرت. فانت حتى ازاي انت في البدايه تقول الكلام ده وترجع بعد كده تعكس كلامك؟ وفي اوقات كتير قوي قوي قوي، رغم ان انا مش بشوف كل حلقاته ولا كل محتوى اللي بيعمله، لكن حلقات كتير في نفس القناه يتذبذب ويتقلب في الراي الواحد. حتى ساعات لما يفكروا بالامر ده، عشان كده هو لما بيطلعش مع اسلام صادق بالذات رغم تحفظي الكبير جدا عليه كمقدم برنامج يعني، بيطلع دايما مع محمد فاروق عشان محمد فاروق ما بينكفش فيه في الحته دي، ما بيبينش هفواته بقدر الامكان. طبعا اسلام يعني اكيد يعني بس ايه اكتر من محمد فاروق، فيعصبوا بقى. هو انت مش قلت لا غير اللي انت بتقول دلوقتي او عكسه في حلقه كذا او من فتره كذا؟ مثلا يجيبها له بالطريقه دي، ينكفوا كده اوقات، طبعا مش على طول. تمام. لكن اقول لك ايه، فده بس رد سريع على اللي ممكن يقول لك ما هو ده كده بيعمل خدمه، او دي ميزه انه يلحق بسرعه، لا يلحق المدرب ده يمشي او المدرب ده لا طبعا. وضحت بالتفصيل لازم يكون متوفر حاجتين مهمين جدا مش موجودين عند الكابتن رضا عبد العال. تمام. الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، يعني انا مش هقارن نفسي بحد الحمد لله، لكن هو ده واحد، ده قسم من ضمن اقسام شغلي والمنشاه المدويه اللي انا عاملها، حاجه اسمها تعديل المسار اثناء الموسم نفسه.
مش هقول لكم المدرب ولا اللاعب، لا، لمنشأة كاملة. مين يعمل ده في العالم كله يا جماعة؟ الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. طيب، نكمل مع بعض. على بقى المصيبة الكبرى، ودي من محمد فاروق، عشان أنا يعني ما كنتش ابقى منصف يعني. محمد فاروق بيدلي يعني برأي خرافي ان تصفيات كأس العالم اللي فيها، تخيلوا يا جماعة ركزوا معايا، تصفيات كأس العالم اللي فيها مصر، بوركينا فاسو، وبالمناسبة اسمها بوركينا فاسو، اسمها كده، عشان معلش يعني مش عارف ايه المسميات العجيبة اللي بيعملوها دي. لا، اسمها بوركينا فاسو. وده ليه اسباب طبعا، لو دخلتوا حتى لو مثلا موقع زي ويكيبيديا يوضح لكم سبب التسميه، لان كان طبعا الاول كان اسمها فولتا العليا، تمام، بعد قبل يعني ايام الاستعمار وبتاع. تمام، فطلع يقول لك ايه: بوركينا فاسو، وغينيا الاستوائيه، سيراليون، جيبوتي، اثيوبيا. اول تاني، اول تاني: مصر، بوركينا فاسو، اثيوبيا، جيبوتي، غينيا الاستوائيه، وسيراليون. بقولها والله مش ذاكر. كابتن محمد فاروق طالع يقول لك ان دي مجموعه قويه، وان الفرق جامده، والدنيا. مش عارف ارد اقول له ايه بصراحه، مش عارف ارد اقول له ايه. يعني انا هسيبكم انتوا تعلقوا، هسيبكم انتوا تعلقوا. ابسط مثال: الاربع فرق التانيين غير طبعا بوركينا فاسو، اللي هي ما بتاخدش حاجه، يعني عمرها دايما ما حتى ما وصلتش نهائي الا يمكن مره يتيمه، وكانت من البطوله اللي قبل اللي فاتت او اللي قبلها، وكانت بطوله يعني مش على مستوى في افريقيا يعني. فريق متذبذب، يعني بحطه دايما من ضمن بوتقة الفرق المتذبذبة، اللي هي بترقص على السلم زي مالي. دايما هي شبه مالي جدا، دايما بيبقى عندها لعيبة مميزة وعندها سكواد قوي اوقات كتير قوي، لكن ما بتعملش حاجة، وبتخرج ساعات كتير قوي بطرق غريبة، يعني بتخرج في توقيتات عجيبة يعني. آه، ممكن في بداية المسابقة أو بعد الدور الأول أو حاجات كده عجيبة. وفي فرق كده بنفس النمط، يعني في ممكن أقول فترة من الفترات كانت غينيا العادية، مش غينيا بيساو ولا غينيا استوائية، لا، غينيا العادية كانت كده. يعني بعض الفرق كده كانت في نفس الأوتاق يعني. اوكي، لكن ادي اقوى فرقة عندك. تعالى بقى الاربع فرق التانية حتى ما بيتأهلوش كاس يا جماعة. ده ابسط مثال يا كابتن محمد فاروق اللي بتتكلم وتقول لك مفيش فرقة ضعيفة في افريقيا دلوقتي، ده بالعكس، ده الفرق كلها منحدرة. شفت السنغال في مباراة الجزائر الودية دي؟ السنغال اللي كانت بعبع بمعنى كلمة، واحد من افضل الفرق في العالم في نقول مثلا خمس ست سنين اللي فاتوا، وتأهل كاس عالم كذا مرة، واخر ونهائي كاس وطبعا ده مش مقياس، لكن بتكلم كمستوى كمان. لكن مش ملاحظين ان ده السنغال في ارضها ده مستواها؟ لا، تحس في حاجة مش طبيعية. وانا قلت ايه الحاجة مش طبيعية، وضحتها كتير جدا جدا قبل كده، وما تسمعش كلامي. فتش عن اليو سي سي، فتش على المدير الفني على مستوى من اسوأ ما يمكن، لا يناسب ابدا البوتقة الموجودة والسكواد الموجود طول الفترة اللي فاتت، واصرار غريب وعجيب وبشع عليه، وهو اكبر سبب في عدم الاستفادة من الجيل الرائع ده، اللي انا شايف انه بينحدر بمعنى الكلمة، سواء بفعل فاعل اللي هو طبعا الاتحاد اللي أبقى على مدير فني زي ده، أو لأسباب تانية برضو مش وقتها دلوقتي. تمام، طيب. فحضرتك بتتكلم في إيه؟ ده بالعكس، ده أفريقيا بتنحدر زي فرقها كده، اللي هي فرق ال الأندية. مش ملاحظ إن البطولة عمالة تضعف 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 تضعف؟ مش ملاحظ الأمر ده يا كابتن محمد فؤاد اللي بتتكلم؟ حاجة غريبة. طيب نكمل. طيب الاتنين بقى بيعوموا على نفس التيار زي ما بيقولوا، وبيتكلموا في نفس الموجة. محمود ابو الدهب ورضا عبد العال بيقول لك ان اي حد دلوقتي هيلاعب منتخب مصر هي يعني هيتعبه وهيضايقه ده عشان بيتكلموا ان هو فيتوريا يعني مش على المستوى. انا نفسي افهم، هو المدرب في اي فريق جماعي في الدنيا، وبالتحديد في كرة القدم، المدرب هو 100% في الفوز والهزيمة وكل حاجة؟ مش فاهمة. ارجع تاني لنفس الامر، صلاح ومو صلاح، وصلاح الخرافي، صلاح العالمي، صلاح اللي بيضاهي ميسي وكريستيانو، صلاح صلاح صلاح، فين يا جماعه؟ وانت بتتكلم تاني منتخب مصر، واحد من اكبر المنتخبات في افريقيا، واحد من السكوادات الافضل، وواحد من اكثر المنتخبات اللي عايز اقول ايه يعني مهيمنه بمعنى الكلمه. زائد انت بتتكلم في انحدار شديد جدا 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 في الكره الافريقيه بكل المستويات، ومنتخبات بتتجدد غالبيتها، اهو منتخب الجزائر مجدد عدد كبير، تمام، منتخب المغرب لسه برضو بيحاول يعمل توليفة جديدة، كمان المنتخبات الكبيرة بتاع كاميرون، اثيوبيا، سوري، كاميرون، نيجيريا، غانا، السنغال، ده هتلاقي كله كده.
او القدام بينحدر مستواهم بيقل. فانت في ايه يا عم؟ حاجة غريبة جدا. امال فين بقى اللعيبة؟ فين اللعيب الخرافي؟ فين اللعيبة اللي مش عارف عاملة ازاي؟ كل حاجة مدرب. المدرب اصلي يعني مش عارف، يعني المدرب هيعمل ايه؟ يعني هينزل كمان هو اللي يلعب بنفسه؟ اه المدرب عليه عامل، لكن عامل يعني عليه في البناية نفسها هو عبارة عن آه، عمود من ضمن عمدان أساسية. طيب هو بيعمل دلوقتي رهان وأنا اللي بتحداه على الهوا. مش هوا بقى خلاص، مبقاش هوا، الهوا بتاعنا يعني. تمام، فأنا اللي بتحداه قدام الجميع، نضيفه على التحدي الأساسي اللي عملته في آخر حلقاتي. هو بيقول إنه مع الراجل ده هو كان المفروض إن طبيعي بوركينا فاسو اللي هتنافسك، لكن مع الراجل ده طبيعي كله هينافسك. طب هقول لك حاجة بقى وأنا بتحداك يا كابتن رضا، الكلام ده مش صحيح، مش صحيح. تاني بكرر مش صحيح. المجموعة دي مع فيتوريا، المجموعة دي في وجود فيتوريا هتبقى ترتيبها كالآتي. تمام. من تحت لفوق، من تحت لفوق: جيبوتي، سيراليون، اثيوبيا، غينيا بيساو. وصلنا بقى للمفيد. تاني اكرر، هتبقى ترتيبها جيبوتي، سيراليون، اثيوبيا، غينيا بيساو. بعد كده هيبقى بوركينا فاسو، ثم منتخب مصر الاول. ومش هقولك بص، هيبقى الاتنين دول في اريحية مع الاربعة التانيين، في اريحية يعني هيبقى مصر بوركينا فاسو بعدهم الاربعة التانيين باريحية نسبية طبعا، يعني نسبية مع غينيا بيساو زي ما قلت نسبية، يعني بنتكلم في فرق مثلا مش قليل عن 3 نقاط على الأقل بقى بوركينا فاسو عن غينيا بيساو. ومصر هتبقى فرق عن بوركينا فاسو، بنتكلم لازم يبقى في فرق نقاط، يعني يبقى في فرق نقاط، مش هيكون فرق أهداف أبدا ولا بتاع، لا فرق نقاط أو فرق مثلا مواجهات مباشرة أو كلام من ده. مصر هتعدي بوركينا فاسو بفرق نقاط. أنا نسيت أقول إن أهي هادي بيعكس اللي قلته عن التصفيات الإفريقية المترهلة الضعيفة للغاية الفاشلة جدا، اللي من أضعف ما يمكن، واللي أنت ضعفتها أكتر بحكاية 48 فريق، وإن أنت تأهل مش عارف 10 ولا 9 من أفريقيا، اللي هي أصلا كلها على بعضها ما فيهاش 10 فرق عليهم الطلا زي ما بيقول. فأنت يعني كأس عالم حلو قوي، يعني كأس عالم هتتعمل لكم يا جماعة نصها مش محدش هيشوفه. أنا الأيام بينا، أو يا دوبك هيشوفوا إيه الدول بتاعتهم بس. الأيام بينا. ولما ان اتسمع كلامي عمل ابتكار الخرافي لكاس عالم 48 دي، كاس عالم سوري 26 اللي هي 48 فريق، ان اتسمع كلامي هتشوفوا كاس عالم تانية خالص، كاس عالم تانية خالص من اول مباراة لاخر مباراة. المهم يعني، بس فانا هو تحدي يا كابتن رضا، تحديين في واحد، تحديين في واحد. يعني كلامك غلط، مش الفرق دي كلها هتنافسنا مع فيتوريا، لا خالص. هو فقط بوركينا فاسو ومش المنافسة يعني الخرافية. رقم اتنين يا كابتن رضا، لا مصر هتتأهل مع فيتوريا، وطبعا ده مش لجودة المنتخب الخرافية ولا حاجة، لا لأن طبعا 10 فرق وتصفيات ضعيفة جدا وما فيهاش أي حاجة. سجلوا يا جماهير، سجلوا يا ناس، ده التحدي رقم كامل إن شاء الله بإذن الله هكسبه برضو كالعادة. ونضاف للتحدي الأساسي اللي هو بيأكد المؤكد بكل المقاييس، يعني الفرق الخرافي ما بيني وما بينه. اتكلم هنا في النقطة دي، وأنا آسف إني هضطر أقف عند نقط كتير قوي، إن في مغالطات رهيبة والله العظيم. بيتكلم هنا بيقول لك على الرهان، بيقول محمد فاروق الرهان. انت كان في رهان مع كاس الامم، ونيجي انت قلت كلام يعني عايز يقول له انت غلطت في الرهان ده او اخطأت طبعا كالعاده. قال له ازاي، هو مش مصر ما خدتش بطوله؟ قال له لا بس وصلت النهائي وثلاث ضربات ترجيح قصاد السنغال. قعد يغلوش بقى كالعاده ومش عارف ايه كالعاده يعني، عشان ما يثبتش فشله يعني في الامر ده. فيعني ادي مثل اخر ساطع يعني. تعالى بقى النقطة كمان خطيرة جدا، أوريها تاني قصة تيمت. الناس بتهاجم في المواقع محمد صلاح، فيبقى المواقع دي كلها فاشلة، ودي بتاعت صحفيين ومواقع مش مؤهلة. لأن هو أنت جبت له اللعيبة اللي حواليه الجامدين اللي يلعبوه؟ أصلا أنت عايزه يبقى زي ليفربول، يعني أنت معترف إن اللي بيعمل له الأرقام دي كلها اللعيبة اللي حواليه، مش هو، مش إمكانياته ولا قدراته ولا مهارته، ولا إنه يغير أو يحدث الفارق، او انه ينتشل الفريق في لحظات الصعوبه ولحظات المتاعب ولحظات اللي حواليه ما يكونش مستوى جيد. يعني انت نفسك بتعترف اول المره المليون. يعني شوفوا يا جماعه، يعني انا بجيب من كلامه والله العظيم. يبقى ده زي لعيب كبير،
ازاي اصلا مش هقول لكم من الافضل ولا اللي بعده ولا اللي بعده ولا من الافضل الخمسه ولا كلام الخزعبلي ده والكلام الحلمنتيشي ده اللي اثبت عكسه تماما. ابسط مثال، ازاي ده يتقال عليه لعيب كبير وهو مش قادر يشيل فرقه في اللحظات اللي محتاجه له فيها؟ هقول ايه اكتر من كده؟ يعني انا مش هدخل في الشق التحليلي قوي لاني مش هيكفيني 10 ساعات بجد في المغالطات الرهيبه. فانا هتكلم باختصار كده واجي اقول في الحته الاخرانيه بقى لهم مثلا ربع ساعه تلت ساعه بيتكلموا في اداء المنتخبين وازاي منتخب مصر عمل المباراه السيئه دي او السلبيه دي وازاي منتخب تونس تفوق. انا عايز اقول لكم ان كل اللي بيتقال ده يا جماعه، كل اللي بيتقال ده واخفله نقطه مهمه جدا 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 وهي اصلا هي اللي تلخص كل اللي بيتقال. والله يا جماعه يعني انا مش عارف ازاي يعني اقول ايه، بس هو تطويل وقت وخلاص وناس بتتفرج وعايزه اي، مع ان الناس بدات تمل. يعني ناس مش بدات، يعني ناس كتير قوي فعلا ما بقاش عندها الوقت ولا الطاقه ولا المجهود انها تشوف حلقه ساعتين كلها نفس الكلام اللي بيتعاد بيتزاد ويا ريت وغالبيته كلام مش صحيح ومغالطات. وانا بتكلم عامه مش في ده بس، لكن ده كمثل يعني. فابسط مثال، منتخب تونس بنى كل القصه دي على ايه؟ بنى المستوى اللي عمله على ايه؟ الفوز على ايه؟ الفرص الخطيره على ايه؟ النجاح على ايه؟ انه حصر منتخب مصر هجوميا على ايه؟ والله هي حاجتين ما فيش غيرهم، حاجتين ما فيش غيرهم. تمام. الحاجه الاولى، وبحاجتين مش بدعه يعني مش حاجه خرافيه ابتكرها المدرب مثلا، لا، حاجه معروفه والف ب واضحه جدا في الكره الحديثه ودايما بنادي بيها. حاجتين، السرعه والمهاره. اكرر تاني، السرعه والمهاره. راجعوا المباراه هتوع من اول لحظه لاخر لحظه هتلاقوا رقم واحد السرعه، رقم اتنين المهاره. المهاره ما كانتش موجوده بنفس الكيفيه في الشوط الاول. لو نلاحظ زادت بنزول المشبري وبنزول رفيع حمزه رفيع، الاثنين دول بالتحديد مع طبعا المجموعه الموجوده. لكن كان اكتر السرعات هي اللي ضربت في الشوط الاول. مع العلم ان الجزيري لو موجود كان فرق كمان وهبي الخزري فرضنا السليتي، المجموعه دي ما بين عندها المهاره وفي الجزيري عنده مهاره والسرعه والاختراقات. هي دي ببساطه. لكن هم لا، اصلي ده اسمه ايه ده، فيتوريا اختيارات اللاعبين، لعيبه الاهلي، مش عارف مين كويس مين وحش، مصطفى محمد صلاح مش عارف ايه. بيمسكوا الفراغ ويسيبوا الاصل. الاصل يا جماعه ازاي هيمن منتخب تونس بالطريقه دي بحاجتين فقط، مهاره والسرعه بس. حط دول قدامك حضرتك كده عنوان وحلل على اساسهم، حلل على اساسهم ازاي ده اتعمل. مين اللي قدر يعمل ده في تونس، ومين اللي تم استغلاله اتعمل فيه ده في منتخب مصر، عشان يبقى هو ده الصح. اني ارجع اقول لا تعالى، ده في مثل ساطع في المباراة دي ان فلان الفلاني زي بيكهام مثلا ثغرة رهيبة. نفس الكلام في قلوب الدفاع مثلا، على سبيل المثال يعني لاعبي الوسط المدافع ما كانوش بالمستوى الامثل، ما قدروش يجاروا لاعبي تونس وبالتحديد المميز جدا اللي هو العيدوني. تمام. فهنا ابدا اشوف ده، ما هو انا بعمل الوديات دي ليه يا فندم؟ لكن سابوا كل اللي بقوله ودخلوا في النقار. اصلي ده يصلح ده لا يصلح، ده كيروش جاي اسمه ده فيتوريا جايبه بالعافيه، لا ده جايبه مش باختياراته، لا ده فيتوريا لازم يمشي، فيتوريا مش. يا دي النيله. طب ما انت يا حبيبي، ما انت هتمشي المدرب ولسه الافات والمشاكل كلها موجوده. هتيجي تلعب تونس تاني مثلا يعني هتكسبك تاني، هتيجي تلعب اي فريق يبني لك استراتيجيته على الامرين دول هتعاني معاناه مفيش بعدها. سرعه ومهاره بس بكل بساطه، واستغلال ضعف كبير جدا موجود عندك. وعلى فكره حتى لعيبه الاهلي نفسهم عندهم ده، عندهم الضعف الشديد جدا ده. كل لعيبه مصر عندها ده. الجانب الدفاعي في مصر في منتخب في اللاعبين المصريين من اسوأ ما يمكن. السرعات مفتقده جدا، تغيير الحركه بطيء للغايه، ما عندهمش حته القدره على تغيير الحركه السريع. لما بيواجهوا لاعب سريع ومهاري يا نهار اسود اتفرج. فهي دي الآفة الأساسية. أنا مش هكمل على فكرة خلاص، هو كل اللي بيتقال هو اللي بيتقال، يتعاد يتزاد واللي بيتزاد يتعاد، وكلام لسه فاضل يجي بتاع نص ساعة تقريبا. وأنا متأكد إنها هتكون بنفس النمط. يعني أنا بتكلم دلوقتي في الدقيقة ساعة و15 دقيقة، في الدقيقة يعني في الدقيقة 75، وواثق إن اللي جاي هيبقى بنفس الكيفية. فهضيع وقتي ليه يا فندم؟ خلاص، ما أنا فهمت بقى القصة كلها. ساعة 45 دقيقة
كلها والله العظيم ما طلعت منها باربع كلمات مفيدين، ومغالطات رهيبه. ايه اللي بيجرى ده؟ بس فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ويعني أبسط ما يقال يعني ابني على الكلام ده. شوف العناصر السلبية في المنتخب اللي كانت بناء على كده، وشوف العناصر الإيجابية اللي برضه بناء على كده. يبقى في مباراة زي دي أنا لما أجي أدرس أقول لا فلان فلان ما ينفعش، علان العلاني هو اللي ينفع. مثلا أبسط مثال. عموما ده كل حاجة، وأنا مش هطول أكتر من كده بجد، إن أنا كمان تعبت وزهقت ومليت وقلت اللي فيه الخلاصة يعني. وده تحدي جديد أهو، في تحديين جوه الحلقة دي، مع كمان إثبات آخر مدوي على الفشل الإعلامي الرهيب والفرق الخرافي ما بيني الحمد لله وما بين الجميع، على وجه الخصوص كابتن رضا عبد العال، اللي هم بيقولوا انه ايقونه التحليل وملك المش عارف ايه وملك التوقعات. ادينا يا جماعه، ادي مثل اخر يضاف لعشرات الامثله من يعني الفرق الخرافي الحمد لله، احمد ربنا اشكر في ما بيني وما بينه. عموما ده كل حاجه، اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله.